السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الأضحى المجيد نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كتف الغنمي بالشعرية الصينية. نمر الآن إلى المقادير. نحتاج في المقادير كتف ديال الغنمي، الشعرية الصينية، ربع ديال الكفتة، وملعقة ديال الصوجة، وملعقتين بودرة، ونصف كيلو ديال البصلة، وإبزار وسكنجبير والملح وكنورة، ملعقة ديال السمن، ثوم، معدونس وقزبر، ملعقة مروزية، زيت، ملعقة ديال الهريسة إن أحببت، والخص. طريقة التحضير سهلة. كنشدو ديال الكفتة ونضيفو معاه واحد البصلة يعني مشلضة يعني مقطعة، والمعدونس والقزبر مقطعين تا هما، ونضيف الملح والإبزار والسكنجبير والهريسة إن أحببت والزيت، ثم نخليوها تشحر مزيان. من بعد كناخدو ديك الشعرية الصينية وكنديروها فوق الماء الساخن، يعني كنديروها في الماء السخون، ونضيف اليها الكفته. ملي كنضيفو عليها الكفته من بعد كنمشيو لداك الكتف كنفتحوه يعني جيدا، وكندهنوه من الداخل ببودرة الكنور، يعني بودرة الكنور ديال الغنمي والملح والسمن، ونضعه في الكسكاس، ونضيف له البصل والهريسة إن أحببت، وملعقة مروزية والثوم وكنور حتى يطيب مزيان. من يطيب مزيان ندخلوه للفرن ليتحمر، يعني باش يتحمر. وطريقه التقديم كيبقى كما كشفتوا في الصوره، كنديروا الخس لتحت وكنديروا الكتف فوق منها، وكما تحب زين كما تحب انت، وبالصحه والراحه، ودمتم في رعايه الله. عيدكم مبارك سعيد. اديوس اميغوس ابيانتو.